لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال من لواني 664 لواني كاين تفسير قرآني بيروز بيما وخزمتان وما بس رزامن دي رب العالمين وهي وادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. بارك خوش وسان رب العالمين دفرمي وجعلوا لله مشرك كان دفرمي تسيد كان وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. يقلشتا عزيب كانيان يقل قمرائي كانيان أو مخلوقاتي كخوا خلقي كردية بشيتشان لبو خوا دادنا من الحرث والأنعام لو زراعته لو بربو مزراعية كخواي قورة درستي كردية وهروها لو أنعام وحيواناتان كخوا درست كردية بشيتشان لبو خوا دادنا فقالوا هذا لله دانقو لبو خوايا سبحانه وتعالى طبعا بزعمهم بدروي خوان دانقو لبو خوا لبرو دواتر دين باز دكين لوش درويان دكر دانقو بدروي خوان دانقو أو بشيتشي لو خوايا وهذا لشركان هندشان لاددا لبو بتوصل مكان خوان دانقوش لبو وانا فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله أويك لبو شريك كان خوان دادنا لبو توصل مكان ندق اشتلاي أو بشي كوالب خوان دانا وما كان لله أو بشي كلبو خوان دانا فهو يصل إلى شركائهم أو بشي كلبو خوان دانا أو يجهل لبو بتوصل مكان خوان درويج لنتيجة دا ساء ما يحكمون. رب العالمين دا فرمي خراب ترين حكمة أوي أوان ديكن. بل خوش يستورد كاري واتوكو لسرت هذا المعارج التفكر دل جعلوه وجعلوا لله دل جعلوه لقرآن بيروز جعلوه بتسار معنا هاتيا معنا يكم الخلق والتكوين. الخلق والتكوين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعله ما معناه خلقه كواتا معناه يكم لجعله بمعنى خلق التكوين ده وعليه معظم الآيات زور بي زور آيات كان بمعنى جعله تيدا بمعنى خلق التكوين ده. معنى دوم الحكم الديني الرباني بمعنى حكمي خواي جورج دواتا أو حكم ديني كلنا خواي جورو هاتي عيني خواي جورا جعلي له بكار هنايا وكل سندين آتات. معناه السيام الحكم الإنساني حقا كان أم باطلا. حكم إنساني شخواي قوله عيني جعلي له بكار هنا أو حق بيان باطل. معناه تسارم الفعل ذو الأثر من أي كائن وتكر دويك وأسري لدوا دابي يترهر كسيك بك سواء كان صادرا عن إرادة أم غير إرادة يتر أو فعله بإرادة إنسان كديتي بويس كديتي أم بإرادة كديتي أثرت لي باشكوي عيني بمعنى جعلها تيا. والمعنى هنا في هذه الآية يدور حول المعنى الثالث والرابع كما لو آتى وجعلوا لله مما ذرأ من الأنعام والحرث من الحرث والأنعام نصيبا لردا أو جعليا ضل لدوري معنى سيم وتسارم دسورة تواتا بمعنى أويكوا حكم إنسانية أو طبعا ليردا باطل وهروا أو فعلية كوا أثري لي بباش دكوي. بل وجعلوا الله مما ذرأ تأتي بمعنى خلقه
كواتا بمعنى خلق دي وكليرة، وتأتي بمعنى كثر وبث عن طريق الذرية كواتا نكهم خلقي واتا كاتك أخواي جورا أو إنساني خلق كرديو زيادة كرديا للرجاي أو كوا ذريتنا ويلي بباش دكوي بو معنى كواتا خلقي كرديا وكخلقي كرديا وكباب آدم عليه الصلاة والسلام وداك حواء باشان لوانا وإتر تندين و ذريتي زوري لي بباش خستيا كواتا ذرأ لبو أو إنسان جان لبراندي كالرجاي زاوزي وزيادة كانوا خواي جورا خلقي كردينا وجعلوا لله مما ذرأ أي خلقه وكل تفسير قاسمي دلي أوان برياري عنده لبشيق لوي كخواي جور خلق كرده من الحرث حرث قوت ما بمعنى زراعة والأنعاميش زيادة القرآن بيروس أو تار صنفة دقريتو مرو بزنو رشولاغو وهروها حشتر كواتا أو مخلوقاتي كخوا خلقي كده لزراعته تشيلجا وهروها لحيوانات أو حيوانات بتابتي كواجياني إنسان كان لسربنده أو كخوا خلقي كرديا أوان بشيشان لبو خوادانا كلبو خواشان دادنا ما بس ينتسبوا أي يصرفونه في الضيفان والمساكواتا لو مخلوقاتي كأصل وخواي جور خلق كده هم ملشي خوايا أوان دانقو بشيشان ليلا دا أو لبو خوايا لتيان صرف ذكر لبو فقير كان صرف ذكر دو لبو ميوان داريان صرف ذكر أي ولمقابل دا أوي تريان لو شيء دادنا لبو بتوصنا مكانيان لبو بتوصنا مكانيان قربانيان لبو بتوصنا مكان ذكردو لو دعووا بانجوازي لبو بتوصنا مكانيان ذكرد لين دريان صرف ذكر يتلير دا أخواي جورا تنها أوي باسكر وجعلوا لله ما ذر من الحرث والأنعام نصيبا أو تري باسنا كرد بلام للتكميلي آتكذا فقالوا هذا لا بزعم هذا لشركائنا بديار ذكي كوا بشكيت لبويا يتشيك بلاغة كان قرآن كوا كاتك كوا شتيك باز كان مقابل كي بازنا كاتن لبو كرتي عبارتك بلاغة عبارتك إيتر بلا أوان بشيتشيان لا زراعته لا مالات لحيوانات لبو خوا دادنا بحسب له فقيرو لبو ميوان داري لبيناي خاص صرف ذكن أو يتكشان لبو بتوصل مكان ذكر ده قرباني للرجاي بتوصل مكان صرفيان ذكر يتر دانجو فقالوا هذا لله بزعمهم دانجو أو بش لبو خوايا بزعم ادعاء خويان أي هذا مستقر له الآن أو لبو خوا داندرا من غير استقرار له في المستقبل العارض كواتا دانجو أو بش لبو خوا استا لبو خوا برام لدواتري لبو خوا ندبا وكدات كما ديار دكي بزعمهم لا معرفة تفكر دلي بزعمهم لزعم هاتي دلي الزعم أخو الكذب زعم براي درويا لنا كردور خمدي أو وادلي كواتا ما بس يزعموا كواتا شتشي دروي لي ذكري أو قصيك أو ديكا بزعمهم بدروي خويان ويأتي بمعنى الظن بمعنى جمانج دي وأكثر ما يستعمل الزعم فيما كان باطلا أو فيه ارتياب كوات زياتري الزعم لزمان عربي زياتر لبوشتيك بكان كواب باطل بي يعني شكو جمان تدابيتن يتر وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام فقالوا هذا لله بزعمهم قلت أو بشر بأخوة أوان وإدعاء عندك كلب أخوة وهذا لشركائنا دانقو أو بشرش لبو بتوصل مكان خومانه وهذا لشرك طبعا أوان نادقو شركائنا دانقو شريكي خوايا والعياذ بالله وان خواي قولت تنسيب ذكات السر خوان ليرو لسندين زيقايك أو بتوصل مانو أو برسترا وبنا حقاني كذا برسترين كسي عابدك كسي مشركك ديكات الشريك لبو خوا والعياذ بالله ادعاء كذا شريكي خوايا بلام خواي قول ديداتو بال خويان لو لبروي شريكي خويانا بأصل ولا عبوديات أو بتو الصنمانو هل برسلاوش كغير الله سبحانه وتعالى همو عبيدا شريكا لك عبيدا كان بنا حق ده برسترين لو خواي قول ده فرمي أنا شريكي خويانا يتر ديانقو أولا بو شريكة كان معنا ما بس أواني كوا أوان بريانا ده شريكي خويا والعياذ بالله وزيجيري شان ده كلبو أوان بل يستقر لو ما ليس لهم أي ظن بلكو أو بشيء كلبو خواج بالرياض هل نتيجة حاصلة تهاتو لا أوان إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه كوات أجر بشيك
لەو شتێک کە لە بۆ سەنەمەکانیاندا بکەوتبە ناو ئەو بەشەی کە بەعتیبار لە بۆ خوادانرا بە دروی خۆیان دەریان دەهینەوە ئەو فی نەصیبها شەیء من نەصیبه تەرەکوو بەڵام ئەگەر شتێک ئەو لەو بەشەی کە لە بۆ خوادانرا والعیاذ بالله کە بە دروی خۆیان دانگۆ لە بۆ خوادانرا ئەگەر بکەوتبە ناو ئەو بەشەی کە لە بۆ شەریکانیان دانرایە وازیان لێ دەهینا لە تەفسیر سعدی دەڵێ والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقا يخو لكاتك دا خوايا سبحانه وتعالى هموي خلق كردية وكو رزقك بإنسان كان بخشية فجمعوا بين محظورين كواتا اوان جمعيان كده لنوان دوشت كوا هردو چي هم محظورة كواتا زيقاي حذرة بيوست اقادار من هم محظوري خطر نابي ودوشت كوب كانوا بلكو ضليت بل ثلاثة محابكو جمعيان كده لبيني سيشد كوا هرسيش محظورة يكم منتهم على الله في جعلهم له نصر وكأنما منته يجلس أخوات ولا بو أخوات كلهم إخوات سبحانه وتعالى أو منته سيدك مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع وكأنما تبرع كن وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم وهرها دين أو رزقي لبو أو كخوا خلق لبو الشريكة كان دادنين مع العلم أوان نخلق يان كدي ونرزقي شيان ددن ولم يوجدوا لهم شيئا في ذلك هيش تجلبوان خلق نكردي وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به وهرها لمحذور ساميان كذا كان أو حكم ظالمانه بو في أن ما كان لم يبالوا به ولم يهتموا أو اشتكى لبخوان دادنا هز قرنجيان في نددا حزب قرنجي والتمشانق ولو كان واصلا إلى الشركاء أو بشكل بخوان نجدادنا بيت عيخوان أقر بقى يشتبه ولا شركة بيان مهمنا وبيان اعتياديبو وما كان للشركاء اعتنوا به واحتفظوا به اگر اوشتش لبو شركانيان دانا زور قرنجيان بيداو بارزقاريان لسر ذكر ولم يصل الى الله منه شيء هيش تيق ندبا او الى شركان بسنا او بشكل بخوا بلام اوشتي لبو خوا دان اگر بهت بنا او بشكل لبو شركانيان دانا بيان اعتياديبو وذلك أنهم إذا حصل لهم من زروع وثمارهم وأنعامهم التي أوجدوها الله لهم شيء جعلوه قسمين طبعا وكو باسي ذكا كان الدوبش تنقول هذا لله بزعمهم بقول وإلا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا هذا لله بزعمهم بدروي خويان بدروي خويان دانقول بخويا أصلا خويا يقول قبولي ناكل بروي خويا يقول اشتي قبولناك أجر خالصا لبو خوي نبي كو قبول ذكا شريكي هبيتا سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك وقسما جعلوه حصة شركاء من الأوثان والأودان إتر هند الشيان دادنا لبو بتصل مكانه فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله أو كلبو بتصل مكان دادنا بيش ندقيش تلا إخوائي قولا أي عند نمائي أو سقوطه فيما هو لله كوات أجر أوشتي كلبو الشركان دانا زيادة شبكر با يان ببريبا أو سقوطها فيما هو لله أو هلاك ما هو لله فلا لا يعمل إلى الوجوه التي كانوا يصرفون إليها من قرى الضيفان والتصدق على المسكين كواتا أوشتي كلبو الشركة كان دانا أجر أو بشي كلبو خوادان ري خلاص باب هيش بشيشان لوي نده هنا وكو بخوان دانقول لبو ميوان داريان لبو داني بفقير بهيج شويك كزيادي شبكر با أوشتي كلبو بتوصل مكان دا بهيج شويك نده حتى أبريك لبو خوابي والعياذ بالله كبخوان إدعان ذكر لبو باوني فقير صرف بكن ياخذ لبو ميوان بهيج شويك نده قران هيج بشيك لو بشيك لبو شريك كان داندرا بقاتا لا إخوة سبحانه وتعالى وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم بلام أويك لبخوان دانا دقيشتو لا شركة أي عند نمائه كوات أو بشيك لبخوان دانا مثلا أو عند حيوان دانا أجر زيادة بكربا زيادة كان دهنا لبو شريكي دادنا والعياذ بالله لو ظلمي أو سقوطه فيما هو للأصنام يأخذ هرشتيق لو أنا بهت بانا أو بشيك لبو شركان دانا ناند جراوة أو هلاك مالها فينفقون عليها بذبح نسائكها عندها والإجراء على سدنتها كواتها مو بشا لبو بتوصل مكاني أبو السريان دبري وكنت تقرب لبو توصل مكاني لبو سدنو كاهنة كان لبو هاني صرف ذكر
هەر بەشێش لە ئەوەی کە لە بۆ باعتیبار لە بۆ خوادانرا زیادش بکربات دەسوو لە بۆ لەوان دەسوو بە هیچ شێوەیەک نەدەبا بەعکسەوە بگەڕێتەوە وعللوا ذلك هذه مەبەستیان چ بوو ئەو بەشێک کە ئیبت و سەنەمەکانە بچووبالۆ لە ئەو بەشێک کە لە بۆ خوادانرا دەبا بژێڕدرێتەوە ئەو بەشێک کە لە بۆ خوایە ئەگەر زیادیش بکات دەبی هەر لە بۆ وان بێتن ئەو بەشێک کە لە بۆ خوادانرا ئەگە بە غەڵەتیش بستە ئەو لای نەیان دەجێڕاوە مەبەستیان چ بوو لەو شتە عیلەیان چ بوو سەبەب چ بوو دەیانگۆ خوا غەنیە سبحانه وتعالى بەڵام ئەویان محتاجە لا حول ولا قوة إلا بالله سأخوي يقول لهم ساء ما يحكمون أي ساء ما يقسمون لأنهم أولا عملوا ما لم يشرع لهم كواتا خرابترين حكم أوي أوان دكن خرابترين حكم أوي أوان دكن لأن أولا عملوا ما لم يشرع لهم كارك دك كخوي يقول إنك تشرع لبو وظلوا في القسم حتى لو تقسيماتك كرديت الشان عيني قمرابوينا لأنه تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه لا إله غيره ولا رب سواه خواهي ولا شريشين يتاوكو بشيش لخواده من بشيش لبو غير خواده والعياذ بالله ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة لم يحفظوها حتى أو تقسيم فاسدة ككرديشيان بارزقاريان لسر ندكر بل جاروا فيها لوشهر ظلميان ذكر إذ رجحوا جانب الأصنام في الحفظ والرعاية فيها زياتر ترجيحي أو بشيان ذكر كلبو ظال مكان لبو بتوصل مكان ينداندرا قالت لو بتقسيماتي كذا شيان كر هر احتفاظيان بين ذكر لويش هر ظلميان ذكر ساء ما يحكمون اتدار لسر أو آتا سن رواياتي كاتي وكو سبب نزول ويأخذ وكو التوضيح كردني أو ظلمي أوان ديكر ديانكر بلان لبرتوابوني كان لير دوستين ببشتوان رب العالمين لواني داهاتو دينوا خزمت أو آتا وزيات قصي لسردكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون